بعد ما تعادل بيراميدز مع وادي دجله في المباراه الاولى في افتتاحيه الدوري المصري 2025 2026، والمباراه اللي شهدت حالتين طرد. اول حاله كان وليد الكارت اللي هو لاعب بيراميدز، والحاله الثانيه اللي طلعت لاعب وادي دجله. والمباراه كانت فيره هجوميا، تحس ان بيراميدز اساسا ما جاش الماتش، لسه بيصيف. المباراه كانت بتعتمد على لعبه واحده بس من ناحيه اليمين، اللي هو اللاعب شادي ماهر، اللي هو كان لعبه رميه التماس في منطقه جزاء نادي بيراميدز، كانت بتشكل لحد ما خطوره على مرمى الشناوي. والمباراة انتهت بتعادلين، تعادل في الطار وتعادل في الأهداف 0-0. أما مباراة الزمالك وسيراميكا فكانت أفضل بكتير من مباراة بيراميدز، واللي شهدت هجمات خطيرة من على الناحيتين، من فرقة الزمالك ومن فرقة سيراميكا، لحد ما احرز ناصر ماهر في الدقيقه 84 الهدف الاول نادي الزمالك من اسيست ادم كايد. وفي الدقيقه 98 اخر دقيقه في المباراه احرز محمد شحاته هدف روعه من نص الملعب، اللي لمح محمد بسام حارس سيراميكا متقدم عن مرماه وحطها له لوب من على خط نص الملعب. بصراحه هدف عالمي. وانتهت المباراه 2-0 للزمالك. وعلى الناحيه الثانيه الاهلي بيعلن قائمه مباراه مودرن سبورت اللي هتقام بكره ان شاء الله الساعه 9 مساء على استاد القاهره. استقر الاسباني خوسيه روبيرو المدير الفني النادي الاهلي على قائمه الفريق التي ستخوض مباراه مودرن سبورت في ضربه البدايه لبطوله الدوري العام في الاسبوع الاول. ومن المقرر ان تضم قائمه الاهلي كل من في حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وفي خط الدفاع ياسر ابراهيم وياسين مرعي واشرف دار ومصطفى العش ومحمد شكري ومحمد هاني وكريم فؤاد، وفي خط النص اليو ديانج ومحمد مجدي قفشه ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه واشرف بن شرقي واحمد السيد زيزو وحسين الشحات واحمد نبيل كوكا واحمد رضا. وفي خط الهجوم طاهر محمد طاهر وجراديشار ومحمد شريف. وأشرف بن شرقي يرفض عرض مغري من نادي الشحانية القطري، ويرفض الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تلقيه عرض مغري لاستعارته خلال فترة الانتقالات الحالية، حسب ما كشفت مصادر خاصة لموقع أفريقيا فوت. ولو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وإن شاء الله بكرة نطلع نتكلم عن مباراة الأهلي ومودرن سبورت إن شاء الله بكرة. والسلام عليكم ورحمة الله.